السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم سيرو من قناة سيرو كيرو. لو اول مرة تتابعوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ولو متابعيني برضو قبل كده وناسين تعملوا سبسكرايب ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايك وشير لاصحابكم عشان الكل يستفاد. النهاردة الفيديو عن تشغيل مكنة الخياطة، بدائيات كده او اساسيات ازاي نشغل مكنة الخياطة عشان نبتدي نخيط بيها. انا هنا المكنة بتاعتي اسمها براذر، والموديل بتاعها GS 2700. اول حاجة عشان نشغل مكنة الخياطة، طبعا ادي المكنة وده زي الجهاز اللي بيشغلها. تمام، دي عبارة عن الدواسة اللي بنضغط عليها برجلنا عشان الإبرة تدور أو المكنة تدور. تمام، ودي الفيشة دي اللي هنركبها في المكنة. تمام، هي بيبقى طالع منها سلكين، سلك مشبوك في الدواسة، والسلك التاني اللي هو الفيشة، وتالت قطعة اللي هي هتتحط في مكنة الخياطة. هي شكلها عامل كده 3 فتحات، وهنيجي من الجنب هنا هنلاقي نفس ال3 فتحات. هعمل لكم بس زوم كده عشان نشوفها. نفس ال3 فتحات. في هنا دي ليها ظابطه، يعني مش هندخلها اي عدله، لا ليها عدله معينه. الدخلات ديت هتبقى ماشيه مع الدخلات اللي هي في الجنب ده. تمام، فهتبقى دي كده عدلتها، بس بنحطها كده مفيهاش اي حاجه يعني. خلاص، وبنشبك الفيشه في الكهرباء. عندي هنا الفيشه اهي هنوصلها بالكهرباء. بس وفي هنا الزرار بتاع الباور اوف واون، وهو على الدايره دي كده هيبقى اوف، وهو على الشرطه هيبقى اون. يعني كده الشرطه دي يعني اون، والدايره دي يعني اوف. تمام، احنا هنخليه على الاوف دلوقتي. فدي اول خطوه. طبعا الدواسه دي بتبقى تحت عشان هندوس عليها برجلينا. تاني خطوه هنركب الخيط او البقره. تمام، انا عندي هنا هركبها من فوق من الجزء ده، وهنمشي مع بعض خطوه بخطوه عشان نركبها. احاول بس اعللكم الصوره شويه عشان تبان. اول حاجه عندي هنا، احاول اميلها لكم كده عشان تبان. عندي دي اللي هحط فيها البقره. هي بتطول، بصوا بالشكل ده، برفعها كده اهو. تمام، وبعدين بحط فيها البقره، ويبقى الخيط في البقره جاي من ورا. يعني الخيط بتاع البقره بيبقى جاي من ورا. ماشي، واحطها كده في العمود ده. احط البقره في العمود. تمام، وهو هنا بيبقى راسم لي الخطوات اللي انا امشي عليها. تمام، باجي بعد كده للجزء ده اللي هو المعدني ده، بقوم جايبه الخيط كده وادخل في الجزء المعدن ده كده اهو بالشكل ده. خلاص، في هنا جزء من تحت كده انا دخلتها فيه، وبعدين بقوم نازله بيها بالشكل ده لتحت. عندي هنا مكانين، بخش الاول في المكان ده، وبعدين بلفها من تحت بالشكل ده، وبعدين بطلع لفوق كده اهو. وبعدين بيبقى فيه هنا حديده برضو جوه البادي نفسه بتاع المكنه، بقوم لفه على الحديده دي كده، واقوم نازله لتحت تاني. تمام، فاحنا هناخد الخيط كده اهو، هو مرقم لي دي مثلا خطوه 1، دي خطوه 2، 3، 4. فبمشي حسب الخطوات اللي هو راسمها لي. هي يمكن ما تبقاش باينه قوي لان هي محفوره في البادي بتاع المكنه بنفس لون المكنه، فمش باينه قوي في التصوير. فانا باخد الخيط وبنزل كده اهو، وبعدين من تحت بقوم
طالعه تاني لفوق. بتاكد عندي ان الحديده محطوطه لفوق. ده بيبان ازاي الحديده دي بتتحرك من البكره دي. فلو الحديده مش باينه عندي او ان هي لتحت، فبلف البكره بحيث ان الحديده تطلع لفوق عشان الف عليها الخيط. تمام. فانا عندي الحديده باينه اهي، مش هتبان لكم لان هي جوه البادي بتاع البلاستيك بتاع المكنه. فانا باخد عليها الخيط وبلاقي بعد كده الخيط بيتقل معايا شويه في الحركه، بنزل بقى بيه لتحت خالص. تمام، عشان اوصله في الجزء اللي تحت ده. ثانيه بقى انزل الكاميرا عشان تشوفوا معايا الجزء اللي تحت. باجي هنا عندي برضو كذا خطوه. اول خطوه ان انا في حديده كده، فبعدي فيها الخيط بالشكل ده كده اهو. تمام. وبعدين عندي بدخلها في الابره بتاعه المكنه. تمام. الابره عندي بتحكم بيها ان هي تطلع او تنزل من نفس البكره اللي وريتها لكم، اللي هي في الجنب، اللي هي دي بحركها يمين او شمال، تتحرك معايا في الاتجاهين. بترفع الابره وتنزلها، وهي نفس البكره اللي كانت بترفع الحديده اللي حطينا فيها الخيط اللي قلت لكم عليها من شويه. تمام. فانا باجي هنا بقوم لو الابره تحت بقوم رافعاها من البكره. هو هنا في جزء بيدخل لي الخيط في الابره، في الخرم بتاع الابره. بس انا لما اتعلمت على المكنه دي عمري ما عرفت اظبطها الصراحه، فبدخلها يعني يدوي. المفروض ان هي الجزء ده بيتحرك معايا كده. المهم يعني في حاجه بحركها كده تقوم ايه مدخله الخيط في الخرم بتاع الابره. انا ما بعرفش اعملها فبدخلها يدوي. وهنا في، شايفين الجزء ده اللي مش باين اصلا؟ ثانيه واحده معايا. الجزء ده اللي هو جاي من ظهر المكنه بتاع البيضه دي مسؤوله عن ان هي تنزل. انا ما اعرفش ده اسمه ايه، انا يعني مش حريفه خياطه قوي، بس هي المكنه دي عندي يعني بعمل مثلا اي حاجه اتقطعت بخيط عليها كيس مخده، الحاجات السهله يعني. فانا ما اعرفش ده اسمه ايه. خلاص، المهم يعني ده المسؤول عن ان احنا بننزله او نطلعه. يعني بنزله كده تقوم دي نازله معايا. انا هحاول اجيب لكم الصوره كلها. تمام. برفعه كده بيترفع معايا. خلاص، انا هنبقى منزلاه عشان اعرف ادخل الخيط في الابره. عشان اسهل على نفسي ان انا ادخل الخيط في خرم الابره، بتاكد ان الخيط مقصوص كويس، مش طالع منه اي شعرايه كده او فتل، عشان يخش على طول. وبديله ايه يعني لحسه كده، عشان ايه اي خيط او حاجه بيقوم ايه لاممها على طول. فبحاول ان انا ادخل الخيط بالطريقه المعتاده. هي بتبقى صعبه شويه، بس طبعا اللي عارف الجزء اللي انا شرحته اللي انا قلت مش عارفه ان انا طب نحاول نرفع المكوك ده كده شويه. ننزل المكوك، نحاول نرفع الابره دي كده شويه عشان ايدي اعرف احركها. تمام. بدخلها، ولما الاقيها دخلت بسحبها بايدي من الناحيه التانية. خلاص كده دخلت معايا اهي، دخلت في الابره. تمام. بعد كده بقوم رافعه الجزء تقريبا دي برضو ممكن يكون اسمها الدواسه، بس دي الدواسه بتاعه المكنه نفسها، مش الدواسه بتاعه الرجل. بدخلها بيبقى فيها فتحه من هنا كده، بقوم ايه مدخلها في النص وجايباها كده. خلاص. وده هنا الجزء ده بيبقى فيه البكره اللي هي من تحت. بتأكد برضو ان هي محطوطة وطالعة من هنا. خلاص.
ممكن اعمل لكم فيديو تاني ازاي بنركبها وازاي بنملاها، عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو. خلاص. وهي ليها غطا كده بقفل منها، وببقى جايبه الخيطين اللي طالع من الابره واللي طالع من المكوك من تحت، ده اسمه مكوك، اللي هي البكره الصغيره دي، ببقى جايباهم لورا كده. بس دي كل الحاجات. اخر حاجه فاضل لنا ان احنا نشغل الزرار بتاع الباور اللي قلت لكم عليه، اللي هو في الجنب ده. ولما هشغله الجزء ده هينور في كشاف كده اهو، عشان ينور لي الجزء ده. بس انا بقى كده يبقى كل حاجه تمام. اخر حاجه فاضله ان انا اجيب القماشه اللي انا عايزه اخيطها او اي حاجه ان انا عايزه اخيطها، وبقوم حطاها على المكنه وادوس على الدواسه. ودي كل حاجه بالنسبه ل اساسيات او اساسيات او بدايات تشغيل مكنه الخياطه. انا هنا عندي جزء قماشه كده جايباها مقطوعه وعايزه اخيطها، هوريكم بس الجزء ده كده عشان يبقى ايه شغلت المكنه قدامكم. هاتني بقى الجزء ده كده على الظهر، واحط الجزء ده على الجزء ده وامشي بالمكنه عليها. اللي عايز يثبت دبابيس للمبتدئين عشان القماشه ما تتحركش من على القماشه التانية، بيثبتها بدبابيس. تمام. انا بجيب الجزء اللي هخيطه بحطه كده، وبنزل بالبلاستيكه اللي وريتها لكم دي عشان انزل بال اللي هو الدواسه بتاعه الخياطه. بقوم منزله كده لتحت، تقوم نازله معايا، وبلف بالبكره اول بس مره ادخل الابره. انا حاسه ان الاضاءه مش مبينه، الاضاءه بتاعه الكاميرا نفسها مش مبينه الكلام ده. بس هنزل بالمكنه بالابره كده لتحت مره وارفعها، وبعد كده هدوس على الدواسه. انا حاطه الدواسه بس فوق عشان اوريكم احنا بنضغط عليها عادي كده برجلنا. يعني بصوا انا عايزه اوريكم، واحنا مش محتاجين نشد القماش، هو بيتشد لوحده. بس اكيد هنبقى ماسكينه بايدينا عشان ما يروحش يمين او شمال. هنبقى ماسكين من قدام كده وهنبقى ماسكين من ورا كده. واهم حاجه نخلي بالنا ان ايدنا ما تجيش ناحيه الابره عشان لا قدر الله محدش الابره تخش في صباعه. تمام. فهبتدي ادوس كده، وهتدوس معايا كده اهو. عندي هنا الزرار ده. تمام. لما بنزله لتحت وبدوس على الدواسه الخياطه بترجع لورا. دي الخطوه دي بنعملها في بدايه الخياطه، وفي اخر الخياطه كاننا ايه زودنا غرزتين رحنا وجينا عليها في القماش عشان نثبت ان هي ما تتفكش. لكن بقيه الخياطه اللي في النص بنبقى ماشيين عادي. تمام. فانا هدوس على الزرار مع الدواسه، ادوس على الزرار الاول بعدين على الدواسه هلاقيها رجعت لورا غرزتين كده وخلاص، واشيل ايدي واكمل لقدام. وصلت لاخر جزء، فبعيد على الجزء ده تاني زي ما وريتكم اللي هو بيرجع لورا. بس كده خلاص. بقوم رافعه السير احرك الابره كده شويه لحد ما القماشه تطلع معايا. بفضل احركها لفوق لتحت لفوق لتحت لحد ما تطلع معايا. بس وفي هنا جزء يعني دايما بيبقى معايا مقص كده، بس لو المقص مش معاكي في هنا جزء صغير قوي اللي هو ده بيبقى فيه زي موس كده، فبقوم واخده الخيط واقوم ايه قطعاه في الموس كده اهو بالشكل ده، وارجع الخيط لورا زي ما كان. ودي كانت نهاية الفيديو بتاعنا. وادي الخياطة خيطناها اهو، شايفين الخياطة اهي. تمام. ودي الجزء اللي انا كنت عايزة اخيطه اتخيط وزي الفل. بصراحة المكن يعني انا اكتشفت ان هو مفيش استغناء عنه في البيت، لانه ضروري. حاجات كتير لينا بتتقطع وتتبهدل مع الاستعمال والاستخدام ومع الزمن. فبدل ما كل شوية نودي للخياط، دلوقتي اقل حاجة بقت
يمكن ب30 جنيه مثلا عشان يقص لي حاجه ولا يقصر لي حاجه ولا يتني لي حاجه. ف30 على 30 على لو حاجه اكبر تركيب سوسته مش عارف ايه. ما اعتقدش ان بقى في حاجه ب10 او 20 زي في الزمان ده يعني. اخر مره وديت فستانين عشان يتقصروا ويتنوا. يقص الديل طويل فيقصه ويتني ويخيط. خد مني 60 جنيه في الاتنين. تمام. فدي كانت نهاية الفيديو بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. الإضاءة عندي معلش بعافية، أصلا الرينج لايت طفت. ف يا رب يكون الفيديو بس كان واضح ليكم. لما نخلص دايما ما ننساش نقفل زرار الاوف بتاع المكنه، ده اهم حاجه، ونشيلها من الفيشه ونركنها عندنا في الكرتونه او نغطيها بالكفر بتاعها عشان ما تتطربش. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وشيروا الفيديو لاصحابكم لايك وشير كتير عشان الكل يستفاد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.